معاكم أميرة أبو زيد. يلا بينا نسمي الله ونصلي على رسول الله ونبدأ الوصفة بتاعتنا النهاردة. الوصفة بتاعتنا النهاردة تستاهل أحلى وردة. معايا هنا حلة على النار فيها معلقة كبيرة من السمنة البلدي، بنزل عليهم بحوالي 400 جرام من اللحمة المفرومة، فيها نسبة من الدهن عشان تديني تستحل. شوحتهم مع بعض، نزلت عليهم في 2 حبة بصل مضروبين في الكبة، وشوحت البصل مع اللحمة. بعد كده نزلت عليهم بالتوابل والملح. بحط هنا التوابل بتاعتي عبارة عن قرفة مطحونة، معايا حبهان مطحون، 7 بهارات أو بهارات لحمة، وبقلب كل الكلام ده مع بعضه، وبحط عليهم شوية من المية وبسيب اللحمة بتاعتي تستوي. بجيب حلة تانية وبحط فيها كمية الدهون بتاعتي قد كمية الدقيق اللي احنا هنستخدمه. أنا هنا هحط 6 معالق كبار من الدقيق، معاهم 6 معالق كبار من السمنة على زيت أو ممكن سمنة بس، ويفضل طبعا يكون سمنة بلدي أو زبدة. وبقلب الدقيق مع السمنة لحد الدقيق بتاعي كده ما يتشوح معايا. بكون مجهزة معايا 1.5 لتر من الحليب، بكون مجهزة 1.5 لتر من اللبن كده، بضيفهم كده وبقلب باستمرار. عاوزين البشاميل بتاعي يكون غني، هضيف عليهم معلقتين أو 3 من الجبنة الكريمي، بتديها تست حلو جدا جدا. ممكن نضيف كريمة لباني، ممكن نضيف شوية مع البشاميل جبنة موتزاريلا، بس أضيف الجبن دي في آخر غلوة للبشاميل عشان ما يتحرقش مني البشاميل. بقلب كل الكلام ده مع بعضه مع شوية من الملح، واحط شوية من فلفل اسود وشوية من 7 بهارات او بهارات اللحمة، وبحط كمان مكعب مرق للبشاميل عشان يديني تست حلو. زي ما قلت لكم عايزين الوصفة بتاعتنا دي تكون غنية، وطبعا البشاميل هو اللي بيديلها طعم. هقلب كده كويس وايديا في البشاميل عشان ما يتحرقش مني. القوام بتاعي بيكون مطلوب ما يكونش خفيف قوي وما يكونش تقيل، لانه لما بيبرد بيتقل معايا زي ده بالظبط. تمام كده. هطفي بقى النار، وطبعا هكون سلقت المكرونة بتاعتي 500 جرام من المكرونة، بتكون مسلوقة بنسبة 80% لانها بتكمل سوا في الفرن. بجيب هنا الصينية بتاعتي، بدهنها مادة دهنية، بنزل عليها كده بمغرفة من البشاميل. مش هنكتر بشاميل في الطبقة الأولى علشان لو البشاميل كتر معايا تحت هيخلي المكرونة بتاعتي تعجن. احط هنا المكرونة بالطريقة دي كده، بحط هنا تلتين الكمية في الطبقة الأولى، بوزعها كده. بعد ما وزعت المكرونة هوزع اللحمة. هناكل احلى مكرونه، احلى صينيه مكرونه عملتيها لما تعمليها بالطريقه دي، بجد طعمها جميل جدا. وهتشوفوا شكلها عامل ازاي. بعد ما وزعت اللحمه بوزع هنا التلت المتبقي من المكرونه. زي ما انتم شايفين المكرونه اهيت مفيش مش يعني مش مستوية قوي. وكمان انا هنا المكرونة حطيت لها رشة من الملح ورشة من الفلفل. لازم نظبط كل حاجة من الطبقات الملح بتاعها علشان يكون مناسب. بعد كده بجيب البشاميل بتاعي كده وبوزعه على الصينية من فوق. بكون مولعة الفرن بتاعي على درجة حرارة 200، وهدخل الصينية على الشبكة في النص، او ممكن ننزل الشبكة شوية لأقل من النص، وبسيبها لمدة 10 دقايق بس. وبعدين بولع الشواية من فوق. انا هنا خلاص غطيت المكرونة بالبشاميل. بجيب هنا شوية من الجبنة، جبنة ميكس او جبنة موتزاريلا، بوزعها على الوش بتاع الصينية. بعد ما وزعت كده الجبنة بجيب هنا بقى معلقة كده من السمنة البلدي، برضو هتديها طعم حلو، وفي نفس الوقت عشان تدي لوش المكرونة لون حلو. هيبقى المكرونة بتاعتنا هتطلع لونها تحفة. هاخدها كده وادخلها على فرن درجة حرارته 200، وزي ما قلت لكم بننزل الشبكة تحت شوية اقل من النص. ولما تاخد 10 دقايق بالظبط بطفي النار من تحت وولع الشواية بتاعي لحد ما تاخد اللون التحفة ده. طبعا الصينية زي ما انتم شايفين ما شاء الله اللهم بارك تستاهل 1000 وردة، بجد طعمها حلو جدا، شكلها تحفة، وزي ما انتم شايفين كده لوحة فنية. هنبدأ كده نزينها علشان فعلا هي تستاهل 1000 وردة.
مفيش حد ما بيحبش المكرونة بالبشاميل، وخصوصا وهي لسه كده طالعة من الفرن بتكون جوسي يا جماعة وطعمها يجنن. تعالوا بينا بقى نسمي الله كده ونقدم الطبق بتاعنا. دي من الوصفات اللي بتدخل القلب قبل المعدة. شايفين ما شاء الله اللهم بارك، مفيش سفرة يعني مفيش عزومة بنخليها من المكرونة البشاميل، لازم تكون موجودة في كل العزومات. شايفين بقى البشاميل بتاعنا جوسي قد ايه، والمكرونة تحفة، وكمان المكرونة معانا مش معجنة. جربوا الوصفة قولي رأيكم فيها. كانت معاكم أميرة أبو زيد، باي باي.